الأهلي يفاوض محمد بن رمضان من تاني لتدعيم خط وسط الفريق في شهر يناير المقبل. انا ما عنديش مانع ان محمد بن رمضان يجي او ما يجيش، لان انا عندي افضل خط وسط في افريقيا وفي مصر حاليا: مروان عطية، عمرو السولية، امام عاشور، وغيرهم كتير. ما يهمنيش ان محمد بن رمضان يجي النادي او ما يجيش. هو لو ما جيش يبقى هو خسران. معروف ان اي لاعب بيجي عندنا فهو بيجي ياخد بطولات. شهر ممكن تاخد لك يجي 3 بطولات او 2. وسام ابو علي جاي بقاله 9 شهور واخد له يجي 5 بطولات. فانك انت ما يجيش محمد بن رمضان فهو يبقى خسارة على نفسه وحكم على نفسه انه ما ياخدش بطولات خالص. يا جماعة محمد بن رمضان لاعب خط وسط كامل من مجاميعه: اهداف بيسجل، كور بيقطع، تمريرات حاسمة بيحسم. فبص، جاهز من مجموعة فنياج النادي الأهلي. فهي بص حاجة فرصة ما تتعوضش. لاعب خط وسط كامل من كل ده. طبعا نتمنى إن الأهلي ينجز بمفاوضات مع محمد بن رمضان ويجيبه النادي الأهلي. هيبقى خط وسط جامد جدا.